تخيل لو قطتك اللي نايمة على الكنبة دي كبرت وبقت في حجمك. انت مش هتقدر عليها ولا حتى هتقرب منها. القطط تعتبر من أكثر الكائنات البيولوجية كمالا على الأرض. الشنب بتاعها مش مجرد شعر، ده حساسات بتلقط حركة الهواء وبتقيس المسافات الضيقة وبتوجه القطة في الضلمة الكاملة. ودانها بتلف تقريبا في كل الاتجاهات، بتلقط أصغر صوت إحنا ما نسمعوش. نفس خفيف، خطوة صغيرة، حركة مستخبية ورا الحيطة. جسمها ده هندسة صافية، العمود الفقري مرن جدا زي السوستة، عشان كده الفهد بيجري زي الموجة، والنمر بيلف في الهواء من غير ما يقع، والقطة بتنط من غير ما تفقد توازنها. حتى الديل ده مش عشوائي، ده مثبت السرعة بتاعها. من أول قطتك الصغيرة اللي في البيت لحد ملوك الغابة زي الأسد والنمر، كلهم بيشتركوا في نفس التصميم العبقري ده. القطط دي آلة صيد وقتل مثالية، متصممة بأعلى دقة عشان تبقى مفترس. اللي انت شايفه كائن كيوت وناعم هو في الحقيقة نموذج مصغر للكمال البيولوجي. عشان كده الكائن الصغير اللي نايم جنبك ده لو كان في حجمك حظ سعيد ليك، مش هتكسب المعركة دي في أي عالم. ايه أكتر حاجة بتخاف منها في قطتك؟ شاركنا رأيك في كومنت وقول لنا ايه تاني من أسرار الحيوانات اللي تحب تعرف عنها. وما تنساش تعمل لايك وشير عشان المعلومة دي توصل لكل الناس.